أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها. جاءت يفوح العطر من أزهارها ويلوح معنى. يصدح صوت الحق فوق المدينة المكلومة مقديشو ليعيد الأمل إلى النفوس المكسورة والأمن إلى القلوب الخائفة وما أكثرها. عشرات المساجد في مقديشو أصبحت أطلالا تحكي هول ما حدث ويحدث. مصاحف لم تعد تقرأ فباتت وحدة على الرفوف، ومحاريب تشكو الوحدة بعد أن فر من رددوا فيها الآية الحكيم في مثل هذا الشهر الكريم إلى خارج المدينة للنجاة بأنفسهم. غير أن بعضا من تلك المساجد صمدت في وجه العاصفة وأبى أهلها إلا أن يكبروا الله، عسى الله أن يأتي بالفرج أو أمر من عنده فيفرحوا بعد طول حزن. هنا مسجد التضامن الإسلامي، مئات المصلين كانوا يتزاحمون على أعتابه، واليوم هذا من تبقى من عامره. مسألة التراويح هل سنبقى لو قد كده؟ منذ سقوط الحكومة المركزية في الصومال عام 91 وحتى اليوم أقيمت صلاة التراويح في فترة المحاكم الإسلامية فقط، أما بقية الصلوات فنصليها كما ترون، ويعود ذلك لنزوح سكان الأحياء القريبة من المسجد والوضع الأمني السيء. وقاب قوسين أو أدنى من أكثر المناطق سخونة في مقديشو يقع مسجد الشيخ علي صوفي. قرر هؤلاء البقاء في رحاب مسجد طالما كان مضيافا لطلاب القرآن الكريم وكل من يدافع عنه وعن تعاليمه السامية. نصلي الصلوات الخمس ونقيم صلاة التراويح والقيام سواء أكانت هناك اشتباكات أم لا، لأن العبادة لا تتوقف بسبب وجود أو عدم وجود حرب. وكما رأيتم تعرض المسجد لبعض الأضرار نأمل أن تصله أيادي المحسنين لإصلاحه وترميمه. رجال ونساء، صبية وشيوخ يعمرون المساجد لأداء صلاة التراويح جماعة، متحدين الوضع الأمني المتردي، ويقولون إن شهر رمضان المبارك يستحق كل التضحية وليس أقلها إحياء لياليه بالصلاة والعبادة، فبها وحدها تبقى كرامتهم في الدنيا والآخرة. طالت معاناتهم وتعددت أسبابها وسدت في وجوههم جميع الأبواب إلا باب واحد هو باب الله، فمنه يرجون أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونه ولا يشركون به شيئا. شامع نور، الجزيرة، مقديشو.